السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في فيديو جديد ومعلومات جديدة. في هذا الفيديو غادي نجاوبوا على بعض التساؤلات ديالكم بالنسبة للإخوان والأخوات اللي دفعوا واحد الكونطرا موسمية أو غير موسمية، الناس ديال الموديل بي والموديل سي والأبيس. كاين اللي خرج ليهم الروسي ناقص وفيه بعض الأخطاء، اما الاسم كيكون زيد فيه حرف او ناقص حرف، وكذلك التاريخ ديال الازدياد يعني ماشي هو هذاك، كيكون غلط. مادام كيكون الروسي خرج فيه هاد الاخطاء، راه 100% حتى النولا اوسطا غادي يخرجوا فيها نفس الاخطاء اللي كاينين في الروسي. غادي نشرح معكم شنو غادي ديروا باش هكا ما تلقاوش مشكل ملي تدفعوا في القنصليه في المغرب. ضروري انكم الباترون او اللي دافع ليك يقوم بهذه المساله باش تتبقى الامور كلها مزيانه وكتخرج لك النولا اوسطا صحيحه، وكتدفع البراتيكا ديالك في القنصليه بدون اي مشكل او خطا اللي غادي يعرقل لك الطلب ديالك من بعد. بالنسبه للناس اللي كيسولوا على الكونطرات ديال الابيس، واش كيخرجوا ولا لا، وبالاخص الموديل بي، بزاف ديال الناس كيسولوا على الموديل بي والابيس واش كيخرجوا ولا لا. غادي نجاوبكم على هاد التساؤلات ديالكم وغادي نشرحوا بزاف ديال المعلومات. ما تنساوش لايكات ديالكم وكذلك تفعلوا الزر الاحمر سبسكرايب باش دائما توصلوا بجميع المعلومات. بالنسبه لهذا الاخ اللي كيسول، انا راه دفعت عقد عمل يعني كونطرا في شهر 19 في شهر 3 2025. واش كاين شي دفوع في هذا الشهر او لا؟ بزاف ديال الناس، وهذا الموضوع ديجا تكلمت عليه عده مرات والناس مازال كتسول، لانه كاين بعض الاخوان يعني ما عندهمش درايه بانه القانون راه تحل من بعد نهار 17 في شهر 2 الى غايه 31 في شهر 3، والناس راه مازال كتدفع. لانه واخا يعني كان القانون في شهر 2، كاين اللي ما تعطاتهاش الفرصه وما لقاتش اللي يدفع ليها، والكونطرات كيدفعوا دابا بزاف ديال المغاربه كيدفعوا الموديل سي والابيس والموديل بي. بزاف ديال الناس كيدفعوا وما عارفينش ان راه الاسبقيه الناس ديال شهر 2. كاين اللي كيشارك الروسي فيه 6 يعني ديال العشيه، كاين اللي تيشارك معنا الروسي فيه 3 يعني ديال التوقيت، كيكون مختلف من طبيعه الحال. راه القانون مفتوح، واللي بغى يدفع راه يدفع كيبقى الراي ديالو. والكليك داي راه كان نهار 5 و7 و12 في شهر 2 كيف ما عارفين. بالنسبه للموضوع اللي بغيت نتكلم عليه، وهذه معلومه اللي هي جد مهمه لاي واحد، مني كتخرج ليه النولا اوسطا وكيكون فيها واحد الخطا، ضروري ماشي النولا اوسطا الروسي، مني كيخرج الروسي وانت كتلاحظ الروسي انه راه فيه واحد الخطا، زيد حرف ناقص حرف، اشنو خاصك دير؟ غادي تواصل مع الباترون وغادي تشرح ليه، وهذا الشيء راه قمت به انا. يعني شفت واحد المعلومات اللي هي غالطين وداركنا الموقف وصلحنا النولا اوسطا باش هكا كتخرج الامور كلها مزيانه. الباترون غادي الا كان هو مكلف لك بالطلب، او يعني المحاسب ديالو الكوميرشاليست ديالو اللي عمرت ليه الطلب، حيت هو اللي عمر وهو اللي خطا في هذيك المعلومات، هو غادي يتكلف وغادي يرسل البريفيتورا انه راه كاينه اخطاء في هذه البراتيكا ويحاول انه يصححها باش هكا تخرج النولا اوسطا كلها صحيحه. لانه في هذا الوقت مني كيكون عندك غير الروسي مازال ما خرجاش لك النولا اوسطا، مازال يعني دارك الموقف وتصلح هذيك الاخطاء اللي كاينه في الطلب ديالك او في الكونطرا ديالك، يتكلف لك الباترون او المحاسب. يعني راه كل شيء كيتحل وكل شيء كيتصحح، يكفي انه يدير واحد الخطوه ويصايب لك البراتيكا ديالك باش ما يكونوش عندك اخطاء من الدفع في القنصليه في اف اس جلوبال. لانه بزاف ديال الناس كاين اللي زيد في المثال التاريخ ديال الازدياد زايد في 1990 هما دايرين ليه 1991، او غالطين ليه في الشهر وفي النهار، او الاسم يعني كتكون زايده واحد التا مربوطه او واحد الالف مقصور، او يعني كتكون زايده حروف اللي هي بسيطه او ارقام، ولكن كتقدر انها تسبب لك واحد الغلط في واحد الطلب
ديالك. لهذا راه كلشي كيتصلح. بالنسبه للناس اللي كيسولوا راه انا عندي اخطاء في الروسي، راه كلشي يتصحح، غير حاولوا انكم توصلوا المعلومات للباترون او الوسيط اللي مكلف لكم الطلب باش تكون الامور يعني كلها صحيحه. بالنسبه للكونطرات ديال الموديل بي والموديل الابيس ديال ستاجوناري راهم كيخرجوا ومازال كيخرجوا، غير مساله وقت ان شاء الله. راه الناس الاوائل دابا راهم كيخرجوا لهم النولا اوسطا بالنسبه للناس ديال الفلاحه والسياحه والفندقه. بالتدريج كيف ذكرت معكم كيبداو يخرجوا، راه ما يمكنش في واحد الاسبوع غيخرج كل شيء او جميع الكونطرات غادي يتلاحوا، هذه راه ما كايناش. يعني راه بالتدريج كيبداو يخرجوا جميع الكونطرات. وكيف ما ذكرت معكم بالنسبه للناس اللي دافعين في الموديل الابيس حتى هو بدا كيخرج. الناس اللي دفعوا نهار 7 في شهر 2 في الدوميستيكو راه حتى هما بداو كيخرجوا. الموديل بي يعني ما عنديش عليه شي معلومه او شي خبر، يعني ماشي ما عنديش عليه شي خبر، يعني ما توصلت بحتى نولا اوسطا او شي معلومه انه تم الاصدار ديال واحد الكونطرا في الموديل بي. يعني مازال عندنا الوقت. اللي كيخرج هو الموديل سي والابيس كيتلاحوا كونطرات، ولكن داكشي قليل، ماشي واحد الاصدار اللي هو كتير. يعني الكونطرات راهم كيخرجوا بالتدريج وبواحد النسبه اللي هي قليله، وغنبداو بشويه بشويه ونشوفوا في الاصدار ديال الموديل بي والابيس وحتى ستاجوناري راه مازال غادي يبقى يخرج. معلومه اخرى اللي بغيت نشاركها معكم بالنسبه للناس اللي كيسولوني اختي راه انا دافع ليا خويا او دافع ليا اختي وما عارفينش انهم القانون راه تم التغيير ديالو. وهاد المعلومات راه شاركناهم معكم عده مرات مني بدا الملء ديال الطلبات في شهر 11 وقبل كاع. كنحضروا الناس انهم اللي عنده خوه او اخته يحاول ما يدفعش ليهم، ماشي غير يحاول ما يدفعش ليهم، راه غادي تعمر الطلب وغتقوم بالانفيو الكليك داي وغادي تخرج ديك النولا اوسطا. ولكن المشكل راه ما غتلقاش هنا، ما غتلقاش في يعني ان الطلب ديالك راه النولا اوسطا ما تخرجش ليك او ما غادي ديرش الارسال ديال الطلب الكليك داي، راه كلشي تدفعوا هنا وتجمع وثائق وتصيب. المشكل غادي يطيح فيه في القنصليه، غادي يتم الرفض ديال العقد العمل لانه القرابه من الدرجه الاولى والثانيه والثالثه هاد القرابات ما عندهمش الحق انهم يدفعوا لشي واحد في المغرب. بحال انا ما يمكنش ليا نجيب الاخ ديالي او الاخت ديالي من المغرب وندفع واحد الكونطرا يعني فيها نفس النسب نفس الكنيه. الحاجه اللي كاينه هو انه انا في ايطاليا وعندي الجنسيه، الا جيتي انت ودخلتي الاخت ديالي او الاخ ديالي دخل لايطاليا وانا عندي الجنسيه الايطاليه، نصيب لك الوراق ديالك، ما نخليكش حاصل هنا بدون اوراق. بالنسبه للناس اللي عندهم العائله هنا، العم ديالك او الاخت او الاخ ديالك عرفتي راسك انك غتدخل هنايا لايطاليا وتقدر تلقى مشكل في الوراق، راه الاخت ديالك اللي عندها الجنسيه ضروري الجنسيه الايطاليه باش نصايب لك الوراق. ولكن ما يكونش عندها واحد البيرميسو دي سيجورنو فيه 5 سنين او فيه عامين او فيه 10 سنين، حيت كاين حتى داك البيرميسو اللي فيه المده ديال 10 سنين الوراق ديال ديما اللي هما تيقولوا لهم الوراق ديال ديما، واخا راه ماشي ديال ديما، راه فيهم غير واحد المده ديال 10 سنوات، وين راه الخير والبركه. يعني الوراق راه 10 سنين راه ما ساهلاش عاد. يعني الجنسيه هي اللي كتعطي الحق الاخ او الاخت او العم يصايب الوراق لواحد من الافراد ديال العائله اللي عندهم نفس الكنيه. اما بالنسبه للتدفيع ديال الكونطرات كيف ما ذكرت معكم وبالاخص ديال الابيس ما بقاش التدفيع الاخ يدفع الاخت ديالو او الاخ ديالو، راه كلشي كيترفض والله يسهل على الجميع.